أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول ربنا الكريم في كتابه العزيز: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون أن ديننا الحنيف يدعو إلى مكارم الأخلاق، ويبعث في النفوس مشاعر الفضيلة، وهذه هي الغاية التي بعث من أجلها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالغاية الإسلام هو أنه يقيم واحد مجتمع فاضل طاهر، مطهر من مظاهر الفحش والجرائم. ولقد كفح الإسلام طويلا في سبيل إقامة هذا المجتمع الطاهر، وجعل الرحمة أساسه وعماده، لأنها خلق رفيع يحرك عاطفة الإنسان بالخير. فخير ما نتقرب به من ربنا هو الرحمة بخلق الله. فلقاؤنا اليوم حول الرحمة يا عباد الله، وهو تتمة للدرس السابق اللي كان كيتكلم على جبر الخواطر. لأن الإنسان حين كيجبر الخاطر الآخر راه كيكون رحمه. الرحمة هي سر من الأسرار الإلهية، أودعها الله تعالى في القلوب المؤمنة الداعية إلى الخير، الناهية عن القسوة والغلظة. هذه القلوب وجدها ممتلئة بالشفقة، كتتحرك إلى فعل الخيرات، وكتبتعد عن الآذى والمضرات. ولا شك أن العقيدة هي صاحبة الفضل في خلق هذه الأحاسيس الرقيقة التي تتصف بها القلوب الرحيمة. أما القلوب القاسية والعياذ بالله فهي كالحجارة أو أشد قسوة، كترتكب الجرائم والمنكرات وما كتشعرش ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم كالأنعام بل هم أضل، كما قال الله تعالى. الناس يا عباد الله في حاجة إلى من يرحمهم، الناس في حاجة إلى قلوب تحمل همومهم. ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99. الله جعل الرحمة 100 الأجزاء وخلى عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق. هذا الرحمة اللي فيما بيننا هذا جزء من رحمة الله. كيقول تتراحم الخلائق، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدبة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وجد أعطانا مثال بالرحمة. الحيوان ما يستمشي على ابنه بالك أذاه. نعم أيها الإخوة الكرام، إن أكمل وأعظم رحمة هي ما اتصف بها ربنا سبحانه، وهي صفة لا تشبه صفة المخلوقين. راه الرحمة الله ماشي هي الرحمة ديالنا، فهو أرحم الراحمين. الرحمة ديالو وسعت كل شيء. اسمعوا إلى ملائكة الرحمن كيتنيوا على الله سبحانه وتعالى وكيتقربوا إليه بهذه الصفة العظيمة. قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وثبت في الصحيحين في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى: سبقت رحمتي غضبي. الرحمة الله سبقت الغضب ديالو، أما كان سبق الغضب كنا في عذاب. سبقت رحمتي غضبي. وفي حديث آخر: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وفي آية أخرى: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى خلقنا ولم نك شيئا، وشملنا بالرحمة ديالو، ويسر لنا أسباب الحياة. اسمعوا إلى قول ربكم: فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. شوف غير النعمة المطر، الأرض كانت ميتة، من أحياها؟ الله، باش أحياها برحمته. وفي آية أخرى يقول: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال أيضا: وربك الغني ذو الرحمة. فما أعظمها من رحمة. والله سبحانه وتعالى حين بعث الرسل ديالو جعل الرحمة أصلا من أصول رسالاتهم، حتى جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال المولى في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو صلى الله عليه وسلم بنفسه كيوصف نفسه بواحد الجملة معبرة عن هذه الرحمة، فقال إنما أنا رحمة مهداة. الله هدلنا هذه الرحمة. الرحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم عمت كل طبقات المجتمع، ماشي بحال اللي كنشوفوا اليوم في المعاملة ديالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي كان كيرحم الجميع، كان كيعامل الجميع بالرحمة، كان كيحب الخير للجميع، وكتجلى هذه الرحمة واضحة في المواساة ديالو للفقراء والمساكين واليتامى والأرامل. ومما يصور لنا عظمة رحمته صلى الله عليه وسلم ما حدث له يوم أحد، حين كسروا له الرباعية ديالو وشجوا وجهه، وشق ذلك على أصحابه صلى الله عليه وسلم، شق ذلك على أصحابه، وقالوا له لو دعوت عليهم دعا لهم. فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومما يؤكد رحمته صلى الله عليه وسلم كذلك قوله الوارد في الصحيحين: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من القسوة ونزع الرحمة من القلوب، فقال: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللي تولى الأمور ديال المسلمين، أي ولاية تكون صغيرة ولا كبيرة، أنت في بيتك راه توليتي الأمر ديال وليداتك، أنت ما عندك حتى شي حاجة توليتي الأمر ديال نفسك. من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. اللي يرفق بالمسلمين الله يرفق به، واللي عثر عليهم وشق عليهم الله يشق عليه. حديث في صحيح مسلم. وفي مقام الدعوة والإصلاح قضى صلى الله عليه وسلم على قسوة قلوب الجاهلية بأنوار الرحمة والعطف، وأقام أركان المجتمع الإسلامي على دعائم الرحمة والشفقة وحسن الخلق. كان كيعمل بتوجيهات ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله له تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأين دعاة اليوم من هذه الرحمة يا عباد الله؟ ما عندهم شي النسمة ديالها. الرحمة ذبحوها وسلموا عليها وبدلوها بالغلظة والقسوة، وهذا الخلق كيتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي يا عباد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدهم فإنهم جاهلون لا يعلمون. المؤمن الصادق كيتميز بقلب رحيم، كيتألم من الحزين وكيحن على المسكين وكيمد يدون كل ملهوف. وبهذا القلب الحي الرحيم كيبتعد عن إداية الناس وكيصبح مصدر خير وسلام لهم، ويكفيه فخرا أن يتخلق بخلق من أخلاق الله تعالى، وهو الرحمة التي وسعت كل شيء، والتي هي من أسمائه الحسنى، حيث افتتحت بها صور القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، رحنا جميعا فقراء إلى الله، رحنا جميعا فقراء إلى رحمة الله. فمما تستجلب به هذه الرحمة طاعة الله ورسوله، والاستقامة على نهج الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كما تستجلب بتقوى الله: واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. ومما تستجلب به رحمة الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فنحن بذنوبنا وتقصيرنا فقراء إلى رحمة الله. رحمة الله تستجلب بالاستغفار يا عباد الله، كما قال ربنا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ومن أعظم ما تستجلب به رحمة الله الرحمة بعباده اللي هي قضينا عليها اليوم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي: الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكن رحما أخي المسلم بخلق الله، أحسن إليهم كما أحسن الله إليك لتشملك رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فرحمة الله هي الرحمة الشاملة التي عمت جميع الكائنات، فما من موجود إلا وبرحمة الله يحيا وفي ظلالها يعيش. يقول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. عباد الله،
إن ديننا الحنيف يريد منا أن نكون رحماء فيما بيننا، أشداء على الأعداء. وإحنا اليوم على العكس من ذلك، إحنا أصبحنا أشداء فيما بيننا، بينتنا العداء والحقد والحسد والكراهية. أين هي الرحمة يا عباد الله؟ أرى سلام على الرحمة في ظل ما يعانيه المسلمون اليوم من الظلم والقهر في كل بقاع العالم. سلام على الرحمة في القلوب في غياب التقوى والإيمان. سلام على الرحمة في المجتمع حين يحرم الفقراء من الزكاة. سلام على الرحمة داخل الإدارات حين تعطل مصالح العباد وتنتشر الرشوة ويحصل الفساد. سلام على الرحمة داخل الأسر حين تنعدم التربية والمراقبة وتحل الخيانة محلها. سلام على الرحمة حين ترمي الأم بطفلها الرضيع في مزبلة أو في مكان من الحي. سلام على الرحمة حين يهجر الأبوان ويرمى بهما في دار العجزة. سلام على الرحمة في عصرنا حيث فقدت من بيننا في كل المجالات يا عباد الله. فأين نحن من سلفنا الصالح الذين ترجموا أسمى معاني الرحمة في حياتهم؟ فسادت مجتمعهم أو سادت مجتمعهم عواطف كريمة تفيض بالرفق والرحمة بين أفراده. فمدحهم الله تعالى في كتابه بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء. عباد الله، إن ديننا الإسلامي يدعونا إلى التحلي بخلق الرحمة حتى تستقر حياتنا ويجد كل فرد في المجتمع مكانه وحقه وكرامته. عن أبي موسى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: إنها ليست برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. مش نرحم غير صاحبه لأنك نعرفه، لا خصنا نرحموا كل شيء. فاتقوا الله واعلموا أنه يريد منا أن نكون محبين لبعضنا يا عباد الله، محبة صادقة تجعلنا نرحم بعضنا ونعطف ونساعد، وهذا ما يدل على صفاء القلوب وعلى التكافل بين أفراد المجتمع الإسلامي في السراء والضراء. فليرحم كل منا نفسه فلا يعرضها لغضب الله، وليبادر بالتوبة إن حصل منه ذنب. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وليرحم بعضنا البعض بالإحسان ومد يد العون إلى كل محتاج. ارحموا أولادكم يا عباد الله بحسن تربيتهم. ارحم زوجتك بنصحها وإرشادها ومراقبتها داخل البيت وخارجه. ارحم نفسك وأهلك بوقايتهم من نار جهنم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. من أسباب الشقاء يا عباد الله في الدارين قسوة القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لقد جاء ديننا يؤكد على خلق الرحمة مع جميع المخلوقات، وأولى الناس وأحقهم بالرحمة الوالدان يا عباد الله، فببرهما ننال الرحمة وبالإحسان إليهما تكون السعادة. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن مواطن الرحمة الإحسان في معاملة الخدم. الناس اللي يخدموا معهم الناس راهم كيقهروهم كيجعلوهم في الحيوان. بالعكس، ترفقوا بهم يا عباد الله، ترفقوا بهم فيما تكلفونه بهم من أعمال. وممن تتطلب حالتهم الرحمة المرضى وذوي العاهات والإعاقات، فهم يحسون بنقص، لذا يجب الرفق بهم والحذر من الإساءة إليهم، فإن القسوة معهم جرم عظيم. عباد الله، لقد جعل الله الرحمة تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الأعجم، فحرم علينا إدايته وضربه وتجويعه وقتله بغير حق. وكلنا يعلم أن الجنة فتحت أبوابها لبغي سقت كلبا فغفر الله لها، وأن النار فتحت أبوابها لامرأة حبست قطة حتى ماتت. كلنا نعلم هذا. ألا فاتقوا الله عباد الله، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يا أصحاب الميمنة. وصدق الله العظيم إذ يقول: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال في آية أخرى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
فكم نحن في أشد الحاجة إلى رحمة الله من السماء. فاللهم يا إلهنا ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم املأ قلوبنا بالرحمة، اللهم إن رحمتك قد وسعت كل شيء ونحن شيء من خلقك، فاللهم اشملنا برحمتك واجعلنا من عبادك الرحماء. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم جميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حسن أخلاقنا واقذف في قلوبنا الرحمة واجعلنا رحماء فيما بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سواء السبيل. اللهم يا إلهنا استجب دعوات الداعين واقض حوائج المحتاجين واشف يا مولانا مرضى المسلمين. اللهم أعط لكل امرئ ما نوى، اللهم إنك تعلم ما في الصدور وأنت علم الغيوب. فاللهم يا رب حقق رجاء كل مؤمن، كثير من المؤمنين يطلبون دعاء الخير، اللهم حقق رجاءهم وبلغهم مناهم ووفقهم لما تحبه وترضاه. آمين. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.